يا ابطال اولى اعدادي، عارفين ايه الفرق بين انك تكون واقف في مكانك ومره واحده تتحرك زي الصاروخ؟ الفرق كله هنا بيبقى في كلمه واحده، هي الطاقه. الحصه اللي فاتت خزنا الطاقه دي وسميناها طاقه الوضع. النهارده هنحرر الوحش ده وهنتحول من طاقه وضع لطاقه حركه. والفيزياء النهارده هتعلمنا ان هي المسؤوله عن اي جسم بيتحرك من اول النمله لحد اسرع عربيه سباق في العالم. جهز كشكولك وقلمك ويلا نسمي الله ونبتدي الدرس ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب أولى إعدادي الأعزاء، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنكمل كتكملة لشرح الحصة اللي فاتت. احنا الحصة اللي فاتت شرحنا الجزء الأول بتاع طاقة الوضع. النهاردة هنخش في طاقة الحركة. تعالوا كتذكرة بسيطة، احنا الحصة اللي فاتت لما جبنا سماعة أو مثلا فليكن العلبة دي، جبتها كده وحطيتها فوق هنا كده، فالحطة دي كده أنا أثرت عليها بقوة، فالقوة دي في نفس اتجاه حركة الجسم، فأصبح يسمى شغل. والشغل ده هو بقى أصبح ثابت كده، فأنا أثرت عليه بقوة وبعد كده سبته، فقلنا هو كده اختزن طاقة جواه وسميناها طاقة الوضع. جميل. طب الجسم ده كده لو هو فوق هنا كده وأنا قمت تركته كده، طب الطاقة دي نفس برضو اللي حصل معايا في أول الفيديو، هو هنا حررت طاقة الوضع اللي كانت محطوطة عليه واتحرك. التحرك ده بقى احنا بنسميه طاقة، وعشان هو طاقة وفيه حركة فسميناها وسهلنا على نفسنا وقلنا هي طاقة حركة. جميل. يعني فهمنا طاقة الحركة. معنى طاقة الحركة بقى ايه؟ ان هو الطاقة التي تنتج او تطلق اثناء حركة الجسم. جميل. او هي برضو الشغل المبذول اثناء حركة الجسم، او ليها تعريف تاني، هي الشغل المبذول اثناء حركة الجسم. طب احنا عارفين ان اي طاقة وحدتها ايه؟ هي الجول يا مستر. جميل. احنا لما المرة اللي فاتت او المرة اللي قبليها خدنا الشغل، قلنا الشغل في عوامل مؤثرة عليه، زي ايه يا مستر؟ زي القوة والازاحة. والمرة اللي فاتت قلنا نفس الكلام، ان طاقة الوضع برضو بيتأثر عليه القوة و لا سوري، وزن الجسم وارتفاع الجسم. برضو هنا هي طاقة، فطبيعي هيأثر عليها، يبقى فيه عوامل مؤثرة عليها. العوامل المؤثرة على طاقة الحركة هما عاملين برضو. تعالوا نتخيل، تخيل معايا اللي انت واقف في الشارع، تمام؟ والشارع ده فيه توك توك جاي بسرعة ولتكن 20 كيلو متر لكل ساعة، وخبط في صندوق زبالة. صندوق الزبالة ده هيحصل له ايه؟ هيتزق شوية عشان التوك توك صغير. تعالى بقى نبدل، او انت شفت، مش شفت توك توك بقى، شفت عربية نقل كبيرة محملة رمل وخبطت في صندوق الزبالة ده. صندوق الزبالة ايه اللي هيحصل له؟ هيتفرتك، مش هيبقى موجود اصلا، هيختفي. طيب ايه الفرق بقى ما بين التوك توك والعربيه النقل المتحمله رمل؟ هي الكتله. ان كتله عربيه النقل دي كبيره اكبر من التوك توك، واختلاف الكتله ده اثر على ايه؟ اثر على حركه صندوق الزباله. جميل. يبقى انا من التجربه اللي احنا عملناها دي او من المشهد اللي انت شفته ده استنتجت ايه؟ اللي انا عندي متغيرات مستقله، متغيرات وتابعه، ومتغيرات ضبط. طيب ايه هنا المتغيرات المستقلة يا مستر؟ المتغيرات المستقلة دي اللي هو فرق الحجم بتاع العربيات، اللي هو التوك توك والعربية النقل الكبيرة، ده كده مستقل عندي. طب التابع اللي هي حركة صندوق الزبالة، كل ما الكتلة عندي زادت حركة صندوق الزبالة عندي زادت. طيب الضبط عندنا اللي هو الطريق والسرعة، الاتنين كانوا ماشيين بنفس السرعة. طب انا استنتجت من التجربة دي ايه؟ ان كلما زادت الكتلة، انا عندي هنا الكتله بتاعه التوك توك كانت صغيره مقارنه بايه؟ بكتله عربيه النقل الكبيره المحمله رمل.
كلما زادت الكتلة زادت طاقة الحركة. وده بسبب ايه؟ بسبب ان الشغل المبذول بواسطة عربية النقل كان اكبر من الشغل المبذول بواسطة التوك توك على ايه؟ على صندوق الزبالة. جميل. طيب تعالوا ناخد مثال تاني عشان نفهم اكتر. انا وانا قاعد مكاني اهو، لو حد جه مثلا حدفني بمخدة، مخدة قطن عادية، المخدة دي انا هصدها بايد واحدة عادي، وهقول ايه العبط اللي هو بيعمله ده. طب هو لو بدل المخدة دي وحدفني بكتلة حديد، كتلة حديد نفس مثلا شكل المخدة دي بس حديد، لو حدف عليا، انا لو جيت اصدها بايد واحدة زي ما عملت مع المخدة ايدي هتتكسر اصلا. تمام. معنى كده ان برضو الكتلة لما زادت طاقة حركتها زادت، اللي هي كتلة الحديد دي بقت طاقة حركتها أثرت عليا بطاقة حركة أكبر من المخدة، فأنا مش هعرف أصدها زي الأول، لا ده أنا إيدي أصلا هتقع كده هتتكسر. جميل. معنى كده اللي احنا عندنا المتغيرات المستقلة هنا ايه؟ المتغيرات المستقلة اللي هي المخدة وكتلة الحديد. جميل. والتابع اللي هو حركة ايدي، فليكن ان انا ايدي مش هتتكسر بس هتبعد كده، ما مش هقدر اصلا اصد كتلة الحديد. والضابط عندنا اللي هو نفس الشخص اللي هيرميها هيرمي بنفس القوة وبنفس السرعة. جميل. معنى كده برضو اللي انا استنتجت نفس الاستنتاج، ان كلما زادت الكتلة، المخدة عندي كانت كتلتها صغيرة وكتلة الحديد كانت كتلتها كبيرة، زادت طاقة الحركة المؤثرة عليا. طيب مثال تاني، او تعالوا نخش على العامل التاني. العامل التاني اللي هو ايه بقى؟ نفس التوك توك بس جبنا توك توكين مختلفين. توك توك ماشي بنفس ال 20 كيلو متر كل ساعة اللي كان ماشي بيها، وتوك توك ماشي ب 40 كيلو متر كل ساعة، وخبطوا نفس صندوق الزبالة. هل صندوق الزبالة ده هيتأثر وهيتحرك بنفس المقدار لما توك توك اللي ماشي بسرعة 20 كيلو متر في الساعة ده يخبطه؟ هيتحرك حركة صغيرة. هل نفس المقدار الحركة الصغيرة ده هيبقى نفسه لما التوك توك اللي ماشي ب 40 كيلو متر كل ساعة ده يخبطه؟ أكيد طبعا لأ، هيتحرك اكتر مع التوك توك اللي ماشي بسرعة اكبر، لان انا عندي هنا المستقل اللي هو هيبقى سرعة التوك توك، والحركة التابعة بتاعته اللي هي المسافة اللي هيتحركها معايا صندوق الزبالة، والضابط عندنا اللي هو هيبقى توك توك اللي هو نفس الجسم اللي هيخبط. جميل. يبقى انا كده الجسم لما اتحرك بسرعة اكبر بذل شغل اكبر وحرك صندوق الزبالة بتاعي مسافة اكبر، يبقى اثر عليه بطاقة حركة اكبر. يبقى هنا برضو كلما زادت السرعة زادت طاقة الحركة. تعالوا نعملها على المثال التاني برضو بتاع المخدة. هو أنا الشخص نفسه لو حدفها كده المخدة عادي ايدي مش هتتحرك. طب لو حدف المخدة بغل شوية او بقوة شوية فهتتحرك اسرع، فايدي مثلا بدل ما هي ثابتة كده لا ايدي هتيجي كده شوية. جميل. فكده برضو السرعة بتاعتها لما زادت انا طاقة الحركة بتاعتي بقت شغل المبذول على ايدي اكبر، فايدي طاقة حركتها بقت اكتر. مثلا المخدة حدفها عليا ايدي تتحرك حركة صغيرة، طب لو حدف عليها بشكل اقوى تتحرك كده، فالتحرك ده كده هي اثرت عليها بشغل اقوى اكبر، فطاقة الحركة بتاعت ايدي بقت اكتر. جميل. يبقى انا كده استنتجت ايه؟ ان الكتلة والسرعة علاقتها ايه بالحركة؟ علاقة طردية ما بين الكتلة وطاقة الحركة، ما بين السرعة وطاقة الحركة، بس مش السرعة بس، يعني علاقتها بمربع السرعة في تربيع مربع السرعة. ومن العلاقات دي اللي احنا اكتشفناها طاقة الحركة الرمز بتاعها كي اي مع علاقة طردية مع الكتلة، وعلاقة طردية مع مربع السرعة. يبقى تعالوا كده نعمل قانون. القانون بتاعي هيبقى كي اي ام في تربيع. طب نشيل دي كده ونحط ثابت، الثابت بتاعنا هيبقى بنص. هيبقى القانون بتاعنا ايه؟ كي دوت اي نشيل علامة العلاقة ونحط يساوي، هيبقى نص ام في تربيع اللي هي الكتلة، نص الكتلة في مربع السرعة. الكتلة بتاعتي كانت
الرمز او الوحده بتاعتها كيلو جرام، ودي مثلا فلتكن كيلو متر كل ثانيه او كيلو متر كل ساعه. والطاقه بتاعتي قلنا اي طاقه عندنا بالجول. جميل قوي. طب تعالوا نعملها في المثلث بتاعنا الجميل. المثلث بتاعنا هنا هيبقى نص ام، وهنا في تربيع، وهنا كي اي. طب ما انا عندي النص ده، مش هو لو تحت هنا بقدر اشقلبه فوق هيبقى 2 وهنا هتبقى 1؟ طب ما انا ممكن اعمل كده، هشيل النص ده خالص واحط هنا 2، هيبقى 2 كي اي هنا ام وهنا في تربيع، بحيث اني لو عاوز اجيب الام هضرب 2 في كي تربيع على الفي تربيع. طب لو عاوز اجيب الفي تربيع هيبقى 2 كي اي على الام. جميل. يبقى احنا كده عرفنا يعني ايه طاقة حركة، عرفنا القانون بتاع طاقة الحركة، وانتوا عارفين ان نفس نظام الدرس اللي فات هيبقى ايه، هنا هنحل مسائل وبعد كده اسئلة ماذا يحدث. ماذا يحدث ايه؟ ماذا يحدث دي، ماذا يحدث دي مترتبة على علاقات زي ما احنا قلنا. مثلا زادت الكتلة للضعف، ايه اللي هيحصل لطاقة الحركة؟ هتزداد للضعف. طب زادت السرعة للضعف مع ثبات الكتلة، هنا زادت للضعف بس هنا في تربيع، فايه اللي هيحصل لطاقة الوضع؟ هتزداد للأربع أمثال. طاقة الحركة ولا ايه؟ تزداد للأربع أمثال. طب هنا لو زادت الكتلة للضعف وقلت قلت السرعة للنص، قلت السرعة للنص هتأثر بطاقة الوضع ايه؟ اللي هو هيقل الأربع أمثال. طب وزادت للضعف الكتلة فالأربع أمثال وهتزيد للضعف يبقى تقل للنص. وهنشوف برضو أمثلة كتير عليها واحنا بنحل في حصة الحل الجاية، واحنا بنحل أسئلة التقييم اللي هنحلها دلوقتي. تعالوا نخش على الأسئلة بتاعت الكتاب قبل ما نخش على أسئلة التقييم. نسمي الله. بص هو هنا ما شرحهاش ليك بقى بقصة العلبة أو كده، لا هو بيقول لك كتاب بذلت عليه شغل حطيته فوق مثلا كده أصبح هو مخزن طاقة وضع، ولما الكتاب وقع تحولت طاقة الوضع دي اتحررت لطاقة حركة. طب عاوز أسأل سؤال من القانون اللي احنا قلناه اللي هو كي اي بيساوي نص ام في في تربيع، امتى الكي اي دي اللي هي طاقة الحركة بتاعتي تساوي صفر؟ ليها حاجتين. اول واحد مثلا ممكن يقول لي ان الكتله يا مستر تساوي صفر. طب هرد عليه واقول له ايه؟ هل في جسم ملوش كتله؟ مستحيل. طب تاني حاجه لما السرعه تبقى بتساوي صفر، وهي دي الاجابه الصح، يبقى لما السرعه تساوي صفر اللي هو الجسم يبقى في حاله سكون طاقه الحركه بتاعته هتبقى بتساوي صفر. تعالوا نكمل. هنا هو برضو تعالوا نشرحها على المثال ده، هو ما شرحهاش بمثلا التوك توك او هكذا، لا هو جاب ثبت صندوق اللي هو او الجردل ده اللي هو صندوق الزباله بتاعنا، والكرات دي جاب كرة كتلتها اكبر اللي هي كانت عربيه النقل الكبيره، وكترات كتلتها اصغر اللي هي التوك توك، ورماها من منحدر اللي هو كان مثلا الطريق اللي هم ماشيين عليه. فالمنحدر ده ثابت اللي هي ضابط عندنا، وبرده الصندوق ده ضابط عندنا. الكتله اللي هي اتغيرت اللي هو المستقل، فالكتله هنا لما كانت صغيره زقت السله او الصندوق ده زقه صغيره. بص يعني مثلا هو لو كان هنا فزقه بقى خلاه هنا. طب هو كان هنا اهو، بص بقى لما كانت الكتله كبيره زقته مسافه اكبر. المسافه دي هي دي طاقه الحركه اللي اتحرك بيها الصندوق بسبب ان الكتله او الجسم اللي كتلته كبيره اثر عليه بشغل. فاصبح عندي ان دي كده المسافه دي هي المتغير التابع. وهنا مثلا في اللي هي تجربه اثبات السرعه، جاب هنا هو هنا غير الميل، فتغيير الميل ادى الى زياده السرعه. يعني هنا الميل بتاعي لما بيبقى عالي فبتبقى السرعه عاليه. زي مثلا فكره الكوبري لما بيبقى نازل كده ما بيبقاش زيه وهو نازل كده، او الجبل لما بيبقى نازل كده ما بيبقاش هو نازل كده. لو في عجله مثلا ثابته على طرف الكوبري لما تيجي تنزل على الكوبري ده هتبقى سريعه جدا، غير لما تبقى نازله على الكوبري اللي هو مايل ميل صغير. جميل. يبقى هو هنا كان واقف اهو، لما كانت سرعتها صغيره زقته يا دوبك سنه صغيره، لو هو كان هنا فبقى هنا.
طب لما كانت سرعتها كبيرة كان هنا اهو، فبص اتنطر راح بعيد خالص بسبب ان كل ما زدت السرعة زادت طاقة الحركة بتاعة الصندوق بسبب اني بذلت عليه بشغل اكبر. وبعد كده استنتج القانون، وتعالوا بقى نحل الاسئلة. بيقول لك احسب طاقة حركة كرة معدنية كتلتها 2 كيلو جرام تتحرك بسرعة 3 متر كل ثانية. هنعمل ايه؟ هنكتب القانون. تعالوا اهو، 2 كي اي تساوي ام في تربيع. في تربيع. هو اصلا القانون مكتوب فوق قدامي اهو، بس انا قلت برضو ايه عشان نفتكر المثلث بتاعنا. هيبقى نص في الكتلة عندي اللي هي ب2 في تربيع اللي هي 3 تربيع، بس هيديني 9 جول. 9 جول. تعالوا نقيم فهمنا هنا. احسب كتلة جسم كتلة حركته 48 جول بسرعة 4 متر كل ثانية. هنا بقى هنرجع للمثلث بتاعنا. هو عاوز هنا ايه؟ الكتلة، فهخبيها. هيبقى 2 كي اي على الفي تربيع. طيب الكي اي هو مديها لي، هيبقى هنا 2 في الكي اي اللي هي 48 جول على السرعة اللي هو مديها 4، بس خد بالك 4 تربيع. تعالوا لما نيجي نحسب هيبقى 2 في 48 على 4 تربيع هتبقى 6 كيلو جرام. هو هنا مديني مسافة تانية عشان انا المفروض باخد دي في خطوة، بس لو خدتها على خطوتين، خطوة يعني اخدها على خطوتين، بس لو خدتها على خطوة واحدة في الآلة عادي مش هيجرى حاجة. يعني هنا هتبقى مثلا هتكتب هنا 16 بعد كده 48 و2 وهتحسبها. تعالى سؤال كمان. هنا بقى عاوز السرعة. هنداري السرعة في المثلث بتاعنا يا مستر. المثلث بتاعنا اهو هنداريها، فهتبقى 2 كي اي على الام. يبقى 2 كي اي، 2 في كي اي اللي هي 500 على الام اللي هي ب10. هيدينا كام؟ 2 في 500 على ال10. بس خد بالك هو اداني هنا 100، بس خد بالك ان ال100 دي ده كده في تربيع. احنا عوضنا في القانون اللي هو اصلا المثلث بتاعنا كان فيه في تربيع، فعشان اجيب الفي هقسم ال100 دي، هاخد الجذر بتاعها اللي هو في الاخر هيطلع ب10. تعالوا نخش على السؤال اللي بعده. هنا هو بيقول لي ماذا يحدث مع التفسير. ماذا يحدث عند تحرك سيارتين A و B لهما نفس الكتلة بسرعتين مختلفتين؟ ادى الى ايه؟ ان هنا A متحركة بسرعة اكبر من B، معنى كده ان A بذلت شغل اكبر من B مع ان كتلتهم ثابتة. طب ده راجع لايه؟ ان السرعة كل ما زادت طاقة الحركة، وبالتالي زاد مقدار الشغل المبذول على الجسم. طب هنا السؤال التاني بيقول لي تحركت سيارة A وشاحنة C بنفس السرعة. هنا الاتنين تحركوا بنفس السرعة. برضو ماذا يحدث عند ماذا يحدث عند ان الاتنين تحركوا بنفس السرعة؟ ادى الى ان السيارة C تحركت او بذلت شغل اكبر من السيارة A. طب بذلت شغل اكبر من السيارة A ليه؟ لان كتلتها اكبر. كلما زادت الكتلة زادت طاقة الحركة، وبالتالي الشغل المبذول على الجسم اثناء حركته كان اكبر. اهو ان السيارة A بذلت شغل اكبر رغم تساوي كتلاتهم، فزادت سرعة الجسم زادت طاقة الحركة، بالتالي الشغل الذي بذله كان اكبر. وهنا نفس الكلام بس على الكتلة، يعني هنا على السرعة وهنا على الكتلة. هنا بقى العلاقة، وبيقول لك ان مثلا ان الكتلة تناسب طردي مع طاقة الوضع، لكن السرعة مع مربع السرعة. طاقة الحركة بتتناسب مع مربع السرعة، علاقة طردية. هنا بقى اسئله ماذا يحدث، وهنا بيمثلها لك بالارقام. يعني هنا مثلا ايه؟ بيقول لك ان M2 بتساوي نص M1، يعني M1 فلتكن ب2 وهنا ب1. تمام؟ فهتبقى KE 1 بتساوي 2، وهنا KE بتاعت M2 KE2 بتساوي 1. فمعنى كده ان ايه؟ كلما زادت الكتله زادت طاقه الحركه للضعف. اهو هو لما جه عوضها في القانون هو هنا ثبت السرعه، فما دام ثبت السرعه يبقى هنشيلها خالص. والنص ده النص كده كده في الحالتين معانا، يعني في الكي في الكي اي 1 وفي الكي اي 2، فمعنى كده اللي هو في الحالتين معانا يبقى نشيله ملوش لازمه. فاللي معانا اللي بيتغير بس هو ايه؟ الكتله، وبالتالي اللي هيتغير معانا هي الكي اي. فانت خلي العلاقه او المقارنه ما بين الكي اي والكتله بس، اللي هو 125 هنا و250،
وهنا ال5 وال2.5. طب لما نيجي نعكس الكلام بقى على السرعة، برضو هنشيل كل ده كده، هنشيل كل ده كده لان ده ثابت معانا، والسرعة بس اللي هنغيرها. هنا كانت ال VA مثلا ب10 او ليكن بواحد، نبسطها على قد ما نقدر، نشيل الصفر خالص، يبقى 1 تربيعه 1، فالكي اي بتاعتي هتبقى بواحد، وهنا 2، فالاتنين هتبقى بتربيعها ب4، وهنا هتبقى ب4، فهنا ايه الواحد بقى 4. فمعنى كده ان لما زودت السرعة للضعف زادت طاقة الحركة عندي للأربع أمثال. طب هنا مش هنشيل حاجة بقى، لأنه هنا قلل للنص وزود للضعف. طب تقليل للنص هنا هيقلل لي طاقة الحركة للنص، وتزويد السرعة للضعف هيزودها لي الأربع أمثال. يبقى أنا هنا قللتها للنص زودتها للأربع أمثال. شيل النص اضرب النص في الأربعة هيديني 2، يبقى زادت للضعف. اضرب النص في الاربع امثال اللي هو اداهم لي، فهيبقى بزود 2. او عوضها بالارقام زي ما هو عامل هنا على الشمال. يعني ازاي اعوضها على الارقام؟ فكك من الارقام الكبيره اللي هو مديها لنا هنا، احنا بنلعب على 1 و2. يبقى M2 بتساوي نص M1، يعني معنى كده ان M1 عندي بتساوي 2، وM2 بتساوي 1، وV1 بتساوي 2، وV2 بتساوي 1. تمام كده؟ تمام. تعالوا نضرب نص في M1 اللي هي ب2، هيساوي 1 في 1 تربيع ب1، يبقى كده أول واحدة عندي ب1. طب KA2 اللي هو بعد أما ده زاد وده قل، M2 هيبقى نص في 1 اللي هو ب1. أي حاجة في 1 لأ، هيبقى بنص، هيبقى بنص في 2 تربيع اللي هي ب4، هيبقى نص في 4 اللي هو هيبقى عندي ب2. معنى كده ان هي اهي زادت للضعف زي ما هو قال. يبقى عندك طريقتين، يا اما الارقام وبسطها على نفسك قد ما تقدر، 1 و2 1 و2، يا اما تجيبها بالعقل اللي هو ايه، دي قلت للنص يا مستر، الكتله قلت للنص فطاقه الحركه هتقل للنص، والسرعه زادت للضعف، فمعنى كده ان طاقه الوضع هتزيد للاربع امثال. 4 امثال ونص هضرب النص في الاربعه هيديني 2، وبرده زادت للضعف. تعالوا هنا نحل السؤال ده. جسمان اكس واي، كتلة جسم اكس ضعف الجسم واي، يبقى هنا الكتلة هنا ب2 وهنا ب1. سرعة الجسم اكس نص جسم واي. هل طاقة حركة الجسم اكس تساوي طاقة حركة الجسم واي؟ هي طبعا لا، احنا اصلا لسه حالين واحدة شبهها فوق اللي احنا لسه حلينها دي، بس تعالوا نحسب اللي هو مع الجسم اكس، يبقى نص في 2 اللي هي ب1 في 1 تربيع. هنا احنا بنحسب هنا مع اكس هيبقى في 1 تربيع اللي هو برضه ب1، يبقى هنا هتبقى ب1. طب مع واي يا مستر هتبقى 1 في نص اللي هو بنص في 2 تربيع اللي هو ب4 هيبقى ب2. هقول له لا، لان ايه بقى؟ لان طاقة الحركة للجسم واي أعلى من طاقة الحركة للجسم إكس. مش ده اللي أنا استنتجته؟ إن طاقة حركة الجسم واي اداني 2، طاقة حركة الجسم إكس اداني 1، فهتبقى طاقة حركة الجسم إكس واي أكبر أو ضعفه، أو طاقة الإكس نصه. يا إما تقول طاقة حركة الجسم إكس واي ولا إيه ضعف طاقة حركة الجسم إكس، أو طاقة حركة الجسم إكس نص طاقة حركة الجسم واي. هنا بيقارني ما بين طاقة الحركة وطاقة الوضع من حيث التعريف ومن حيث العوامل المؤثرة والوحدات والقانون. وحدة القياس كده كده الاتنين جول، قلنا أي طاقة جول. التعريف هنا بيقول لي هي الطاقة المختزنة في الجسم نتيجة الشغل المبذول عليه، وهي دي طاقة الوضع. أما طاقة الحركة هي الطاقة التي يكتسبها الجسم أثناء بذل أو أثناء حركة الجسم. وهنا العوامل المؤثرة كانت الارتفاع ووزن الجسم، ده في طاقة الوضع. أما في طاقة الحركة كانت عندنا اللهم صل على النبي كتلة الجسم وسرعة الجسم والعلاقة الرياضية اللي كاتبها لنا. والقانون ده برضو ممكن نستخدمه هنا عادي، وهنشوف ازاي دلوقتي في أسئلة التقييم. تعالوا بقى نسمي الله ونحل أسئلة التقييم. هنا تقاس طاقة الحركة بوحدة النيوتن، لا النيوتن دي كانت بتقاس بإيه؟ قوة. لكن طاقة الحركة بتقاس بوحدة الجول. طيب طاقة حركة جسم كتلته 1 كيلو جرام وسرعته 2 تساوي طاقة جسم كتلته 2 وسرعته 1؟ لا. طب امال هي ايه؟ اكبر من.
وده برضو حلينا كذا مرة اهو. وهتبقى نص في واحد في اتنين، والاتنين ده هتبقى تربيع فتبقى باربعة، يبقى نص في اربعة باتنين. لكن ده هتبقى نص في اتنين بواحد، واحد تربيع بواحد، يبقى ده هيبقى واحد. اتنين اكبر ولا الواحد؟ اكيد الاتنين هيبقى اكبر منه. طب عند زيادة حجم الجسم للضعف فإن طاقة حركته تزداد للضعف. الحجم مش من الحاجات المؤثرة على طاقة الحركة، لكن طاقة الحركة بتزداد بإيه؟ بالكتلة يا إما مربع السرعة. وهنا للضعف، فلو مربع السرعة ازداد لأربع أمثال، لكن هنا ما ينفعش معانا غير الكتلة. جميل، تعالوا نخش على اللي بعده. تعرف طاقة الحركة بمقدار الشغل المبذول في تحريك الجسم. الطاقة الحرارية. يبقى لا، أنا أصلا قلت الإجابة وأنا بقرأ السؤال. طاقة الحركة. احسب طاقة الحركة. جسم وزنه 60 نيوتن بيتحرك بسرعة 2 متر لكل ثانية. تعالوا اهو القانون بتاعنا اللي هو 2 كي اي ام وفي تربيع، وهو هنا مديني الوزن مش مديني الكتلة. عارفين القانون بتاع الوزن اهو، وزن ام جي. انا هنا مديني الوزن، انا عاوز الكتلة هخبيها، يبقى الوزن على عجلة الجاذبية الارضية او شدة مجال الجاذبية الارضية اللي هو هتبقى 60 على العشرة، اللي هو هيديني 6 كيلو جرام مستر. وكده جبنا الكتلة. طب معايا الكتلة ومعايا السرعة، يبقى نص في 6 في 2 تربيع، اللي هو 3 في 4 اللي هو بيساوي 12 جول. ما تنسوش الوحدات. ماذا يحدث عند زيادة كتلة جسم للضعف ونقص سرعته للنص؟ تعالوا اهو نحسبها ورقة، نحسبها أرقام ونحسبها بدماغنا. مش حصلت مشكلة بس مش مهم. ماذا يحدث عند زيادة كتلة جسم للضعف ونقص حركته للنص بالنسبة لطاقة الحركة؟ قلنا نحلها بالعقل الأول بعد كده بالأرقام. عندي الكتلة زادت للضعف، معنى كده إن طاقة الحركة عندي مالها هتزيد للضعف. طيب نقصت السرعة للنص، معنى كده إن طاقة الحركة دي هتقل للأربع أمثال. طب قلت للأربع أمثال وزادت للضعف، ضعف هيشيل مثلا نص الربع اللي طار ده، فيبقى عندي هتقل للنص. طيب جميل. طب تعالوا نحلها بالارقام. عندي الكتله كانت بواحد، زادت للضعف اللي هي 2، زادت الكتله طب ونقصت السرعه للنصف، معنى كده اللي هي كان ب2 بقت بواحد، يبقى نص في واحد اللي هو هيديني نص، في 2 تربيع اللي هي ب4 هيديني 2. طيب نقصت السرعه اللي هي التانية هيبقى نص في 2 اللي هي بواحد، في واحد تربيع اللي هي هيديني واحد. معنى كده اللي هو كان باتنين بقى بواحد، يبقى هو ايه؟ قلل النص، يبقى برضو قل للنصف. يبقى بالارقام شغاله معاك، بالدماغ شغاله معاك، وشوف انهي اسهل لك وحل بيه. تعالوا نخش على اختر. اذا كانت كتله الجسم باربعة وطاقته ب50 فان سرعته بكام؟ تعالوا نقسم المثلث بتاعنا، الكي اي والام والفي تربيع، وهنا الاتنين اللي كانت نص وشقلبناها خليناها 2، يبقى هنا عاوز الفي تربيع هنخبيها هتبقى 2 كي اي على الام. الاتنين كي اي بتاعنا بكام؟ 2 في 50 اللي هي ب100 على الاربعة اللي هو هيدينا 25. بس نخلي بالنا ده كده الفي تربيع، احنا عاوزين الفي، يبقى هناخد جذر 25 اللي هي هتبقى ب5 متر لكل ثانية. جذر 25 5. طب عندما يتحرك قطار وسيارة بنفس السرعة تكون طاقة حركة القطار نقط طاقة حركة السرعة. أكيد حركة القطار أو القطار كتلته أكبر من السيارة، فهتبقى أكبر من، عشان الكتلة أكبر. تعال نخش على صح وغلط. جسم يتحرك بسرعة 2 متر كل ثانية وطاقة حركته 24 متر كل 24 جول، فإن كتلته تساوي 48 كيلو جرام. هنا هنحلها كمسألة عادية، هنشوف هل هتجيب معانا 48 دولت ولا لأ. طيب احنا معانا القانون بتاعنا وعاوزين الام، فهندريها، فيبقى 2 كي اي اللي هي 2 في 24 على الام بتاعتنا الفي بتاعتنا تربيع، هتبقى 2 تربيع هيدينا 12 كيلو جرام، وده هو هنا مدينا 48، فتبقى الإجابة غلط. بيقولك تناسب طاقة الحركة مع عكسيا مع الكتلة، لا طرديا. طرديا.
طيب هنا بيقول لي من الشكل المقابل اللي هو ده وده، ما نوع الطاقة التي تكتسبها السيارة أثناء حركتها؟ أثناء حركتها أصلا من غير ما أبص على الشكل أصلا، طاقة حركة. طب أي من الشكلين تتحرك فيه السيارة بسرعة أكبر على السطح المائل؟ هنا هشوف بقى، اضطر أشوف الأشكال. هنا الميل زاد عندي، وزي ما قلنا في مثلا التجربة اللي كانت في الكتاب، كل ما زاد عندي الميل وسبت الجسم هتزيد السرعة، زي فكرة الجبل أو فكرة الكوبري، فيبقى الشكل واحد. اذكر فرقا واحدا بين طاقة الوضع وطاقة الحركة. مثلا هتقول العوامل المؤثرة، ان العوامل المؤثرة في طاقة الوضع هي ارتفاع الجسم ووزن الجسم، اما العوامل المؤثرة على طاقة الحركة وهي كتلة الجسم والسرعة التي تتحرك بها الجسم، او مثلا ممكن تقول له التعريف. وكده خلصنا الجزء الأول من الدرس. أتمنى تكون مشاهدة ممتعة عليكم وتكونوا استفدتوا من الحصة. أنا عارف إن هي كانت حصة خفيفة، وإن شاء الله تبقى خفيفة عليكم. وكمان إحنا ملخص الحصة اللي إحنا خدنا بس شرح قانون واحد اللي هو شرح قانون طاقة الحركة، وفهمنا يعني إيه طاقة الحركة، وإن القانون بتاعها بيساوي نص ام في تربيع، اللي هو نص الكتلة في مربع السرعة. ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة لو الفيديو عجبكم، عشان هننزل بقية المنهج ان شاء الله. واستنونا بكرة في حصة الشرح المتعلقة بالجزء الأول من الدرس الثاني. والسلام عليكم.